منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني جدا. قبل ما ندخل على الفيديو كده ما تنساش تصلي على النبي. اول حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهو الانجليزي. انا لما عملت استفتاء على القناة بتاعة التليجرام لقيت اصعب مادة كانت بالنسبة لكم الفيزياء، ودي انا نزلت لها فيديو. تاني مادة كانت بالنسبة لكم هي الانجليزي، وده الفيديو بتاع النهاردة. هنتكلم في كل حاجة تخص الانجليزي وازاي تجمعوا وتلخصوا وتخلصوا في اقصر فترة ممكنة. الانجليزي مكون من 12 يونت و12 فصل قصة، بجانب شوية السكيلز وشوية القطع والترجمة، دول حاجة أساسية. طيب أنا أعمل إيه عشان أعلي مستواي في الإنجليزي وأنا أصلا مستواي فيه تحت الصفر؟ أول حاجة كده تصلي على النبي، ما تنساش الاشتراك في القناة. بص يا سيدي، الإنجليزي هي مادة لو عملتها كلغة هتحبها، لو عملتها كمادة هتكرهها. يعني إيه الفرق في كلامك؟ هقولك. الإنجليزي قسم، مثلا انت لو عملتها ممكن تخلص الانجليزي كله في 24 يوم. لو انت عايز تاخده بالتفصيل تخلصه كله 24 يوم. في يوم الكلمات وفصل قصة، وفي يوم الجرامر والسكيلز وكده. طيب اعمل ايه برضو؟ اول حاجة هتمسك مثلا يونت 1، هتحفظ الكلمات بتاعت يونت 1 كلها وتسمعها لنفسك وتحل اسئلة على الكلمات كل يوم اساسي من هنا لغاية الامتحان ان شاء الله. هتحل قطعة انجليزي واسئلة ترجمة. طب انا اصلا معرفش حاجة في الانجليزي، انتي بتقولي ايه؟ بص، اول كام مرة هتحل فيها قطعة فانت هتحس بصعوبة رهيبة لان انت مش حافظ كلمات، حصيلتك اللغوية صفر. فوق كده انت اصلا بتكره الانجليزي، فهتحس ان انت مش عارف تيجي منين ولا تروح فين. هتلاقي كلمات كتيرة ما تعرفهاش. الكلمات اللي انت مش هتعرفها في الترجمة او في القطعة انت هتكتبها على جنب وهتحفظها بعد كده. طيب ماشي كده، خلصنا من الخطوة بتاعة القطعة والترجمة. هندخل على خطوة حفظ الكلمات. انت هتحفظ الكلمات ازاي؟ في ناس لما بتقرأ الكلمات بتحفظها، وفي ناس لازم تكررها مرة واتنين وتلاتة بالكتاب. انت هتعمل الاتنين عشان تثبت معاك. ايوه، يعني انا اعمل ايه؟ هتحفظ مثلا 10 كلمات، بعد كده وانت بتكتبهم هتقولهم لنفسك شفوي. ماشي، هتحفظ 10 كلمات وتسمعهم لنفسك، بعد كده هتحفظ 10 تاني وتسمع ال20، وهتفضل على هذا المنوال لغاية ما تخلص الكلمات بتاع يونت 1 كلها. تمام كده، انت حفظت كلمات يونت 1 كلها. القصة مفروض منك تفهم الأحداث وتحفظ الكلمات بس، مش مطلوب منك تحفظ أسئلة خالص. عشان الأسئلة انت لو فهمت وحفظت الكلمات انت هتقدر تعبر بطريقتك، فاهمني؟ بس يعني ده كده خلصنا من القصة وخلصنا من الكلمات. الجرامر، اشوف مين في الجرامر وانا ضايع اصلا؟ عندك مستر انجليشاوي ومستر عبقري لغة، الاتنين احسن من بعض وبيشرحوا شرح تفصيلي وحلوين جدا. لو انت مرتحتش مع ده ومع ده، في كمان كريم بركات حلو جدا برضه، وهم كلهم بينزلوا على اليوتيوب. تمام كده خلصنا من الجرامر. السكيلز، السكيلز برضو هتكون مع الجرامر. اهم من الجرامر واهم من الانجليزي نفسه هي السكيلز، لان هي بيجي عليها اسئله كتيره جدا. وتعلم من دلوقتي لغايه الامتحانات انك تحاول تكتب ايسي. بص، انت هتكتب في الاول غلط، هتبدا تكتب غلط وتكتب كلام غريب وجمل مش مفهومه، بس انت عود نفسك ان انت كل يوم مثلا تكتب كام سطر. مش هقولك اكتب مقال، اكتب كل يوم كام سطر. عود نفسك ان انت اصلا تعرف تكتب. لما تفهم مثلا احداث الفصل الاول، جيب اسئله للقصه وجاوبها باسلوبك. لو حفظت بالنص انت هتيجي في الامتحان من التوتر هتنسى اللي انت حفظته. بس بالنسبه للكلمات اللي هتطلعها من القصه وهتطلعها من الترجمه دي تتحفظ، عشان الكلمات دي هتحتاجها بعدين. كده انت حفظت كلمات اليونت وحفظت كلمات القصة والكلمات اللي طلعتها من الترجمة والقطع، وكده انت هتكون ماشي زي الفل. الجرامر هتفهمه. بالنسبة ليونت 5 متهيألي كان الجرامر بتاعه حروف جر، انا مش فاكرة بالظبط والله، بس بالنسبة للجرامر بتاعه كان حروف جر بس اعتقد، فده كان حفظ. انا عايز اقولك ان انت بعيد عن ان انت اصلا هتنساهم حتى لو حفظتهم. دول هيجوا بالحل كتير. يعني جرامر يونت 5 اللي هو الحفظ ده، انت مطلوب منك فيه الحل كتير لان هي حروف جر، وحروف الجر انت لو حليت كتير هتبدأ تثبت معاك شوية، مش هتثبت كمان ب100%. بس انا عايزة اقولك ما تقلقش وما تخافش، امتحان الانجليزي بيكي سهل جدا 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 جدا. تمام. بص، لو انت لسه بادئ ولسه تايه، عايزة اقولك ان انت يعني معاك رب الكل ورب العالمين وربنا كريم. يعني ايه؟ يعني حضرتك ربنا هيساوي عادي ما بينك وما بين اللي بدأ من اول السنة. لو انت تعبت واشتغلت على نفسك، تعال على نفسك بس الشهرين دول ودوس على نفسك كده شوية وابدأ.
ابدأ وخد الخطوة، وانسى فكرة التأجيل وان انا خايف والكلام ده. لا، خد الخطوة واشتغل على نفسك اكتر من كده، وصدقني هتوصل للي انت عايزه. بس وكده وصلنا لنهاية الفيديو. وقولوا في الكومنتات ايه المواد التانيين، يعني المواد التانية اللي انتوا عايزينها وبالنسبة لكم اصعب مواد. بس ولو عايزين فيديو عن طريقة المذاكرة الفعالة الفترة دي هعمله لكم ان شاء الله. بس ولو محتاجين اي حاجة ابعتولي انستا، وما تنسوش تدخلوا قناة التليجرام، عاملين عليها تحديات ومعسكرات وكده. بلس ان انا عملت جروب تاني للتليجرام، معسكر لم المنهج كله في 30 يوم. لو عايز تدخل ابعتلي تليجرام او انستا، هبعتلك اللينك.